في البداية كل الدعاء لأهالينا في فلسطين وللمقاومة العظيمة، وربنا ينتقم من جيش الاحتلال الملعون اللي شفنا المقاومة بدأت تقضي عليهم من جميع الجوانب، عسكريا حتى على المستوى النفسي. كله شايف نفسه ما بين قتيل وما بين عنده عاهة مستديمة وما بين عنده حالة بتر، لدرجة إن احنا شفنا جندي قام من الكابوس يضرب في زمايله. فربنا يا رب يثبتهم، ربنا ينصرهم يا رب. طبعا عارفين إن هم لوحدهم محدش معاهم، لكن يكفي إن ربنا معاهم بإذن الله. نيجي بقى للي حصل في مباراة السوبر، ومليون مبروك لكل الأهلاوية على السوبر رقم 14. فتخيل إن الأهلي اخد 14 سوبر وبقيت مصر كلها واخدة 7 سوبر، وهو ده النادي الأهلي. هو ده النادي الأهلي. سيناريوهات عمرك ما هتشوفها إلا مع النادي الأهلي. مباراة غريبة ولكنها مباراة سبحان الله، يعني هي تبقى الأصل من مباراة أوراوا الياباني. تحس نفس السيناريو. بدأ المباراة في البداية كهربا بيجيب جول مش معتاد من كورنر وبتتلعب الدماغ. في اوراوا بدأنا بجول مش معتاد، تسديد من الخارج ومتابعة من ياسر ابراهيم. بعدها ربنا بيكرمك بتسجل هدف الثاني، هنا حسين الشحات بيجيب الجون الثاني، وهنا بيرسي تاو من الضغط. فطبعا كده يعني تقريبا الماتش انت خلاص. لكن سبحان الله السيناريو يتغير بهدف خطأ ساذج وملوش اي تفسير. هنا من علي معلول في تشتيت الكرة ان هو بيعمل اسيست الراجل المهاجم بتاع اوراوا الياباني وبيجيب الجول. ونفس القصه هنا مصطفى شوبير، وهنتكلم على موضوع مصطفى شوبير، بيجي فينا جول. يجي هدف قضاء وقدر من مقالب كره القدم. محمد هاني ما تقدرش تعتب عليه، طالع عادي مع الراجل بيلعب بدماغه، مش هقول فارد ايده، لكن حط ايده طبيعي على اللاعب اللي قدامه. الكره للظروف السيئه تخبط في ايد محمد هاني فيجي بهدف التعادل. ماتش امبارح تلاقي محمد محمود بيشوط الشوطه في المتناول هتيجي، لكن تخبط في رجل كوكا بشكل غريب، تغير اتجاهها بشكل غريب. اول مره شفت تغيير اتجاه بيدي الكره قوه زياده عشان تخش الجول. نفس السيناريو بالظبط، لكن مع الاهلي اطمن لان في حاجه اسمها روح الفانله الحمراء. بيجي الهدف ثالث زي ما حصل في اوراوا، كان بطل الهدف هو علي معلول. امبارح بطل الهدف علي معلول باسيست ولا اروع كره مرفوعه عالميه على دماغ موديست، مفاجاه اليوم وعريس اليوم، وبيقدر يجيب هدف يجيب بيه ثمنه ويجيب لنا بيه السوبر. فاضل دقيقتين 3 4 كده هتعيشهم في قلق، لا بيجي هنا علي معلول يريحك في اوراوا الياباني الكام دقيقه عشان اعصابك، زي ما بيجي كريم فؤاد يخلصك. وهنا رساله لكريم فؤاد عايز اقول له، بص يا كريم، انت اللي حصل في الكوره دي هو ان انت كنت هادي. طبعا توقعته، ده حاجه تحسب لك، في اصرار في قوه، وده مش مختلف عليه، انت دايما بتعمله. ولما الكوره جات لك كنت هادي جدا فقدرت تجيب جول. فده اللي مطلوب من كريم، الهدوء. ما تبقاش نازل متسربع عايز تعمل كل حاجه، لان الشكل بيبقى مظرف. لكن لما بتهدى ريحنا زي ما ريحنا برضو نفسه هو كريم فؤاد في السوبر قدام الزمالك كسبين 1-0، وفي نهايه المباراه قدر كريم يجيب لنا السوبر بهدوء اعصاب. فسيناريو غريب بيفكرني بسيناريو اوراوا زي ما قلت لكم بالظبط، ونفس النتيجه 4-2. ايه اللي حصل في الماتش؟ الاهلي بدا المباراه متسيد تماما، بيعمل كل حاجه في الكوره، وقدرنا نتقدم الشوط الاول 1-2. جه الشوط الثاني البعض يظن ان الاهلي لعبته كسلت او هبطت يعني ايه، من بعد ما الشوط الثاني بدا ب 10 15 دقيقه. لكن الفكره هي ان لعيبه الاهلي ده خامس ماتش في 18 يوم في دولتين، زي ما قلنا قبل كده، فيهم 3 ماتشات قمه الجهد الذهني والبدني اللي حصل في كاس العالم للانديه. فاللعيبه او كولر ادى يعني ايه، عايز اقول لك بلغه الكوره كده، اخذوا قرار ان الكوره هي اللي تتعب. فبدا تنقيل الكوره. طبعا كانتش الحركه موجوده كتير، ولازم تدي عذر للناس. ادينا شفنا الاصابات العضليه والاجهاد، الشحات وقع، امام عاشور وقع، ده طبيعي لان اللي بيحصل ده فوق طاقه البشر. على فكره لو تاخد بالك من ماتش سيراميكا وماتش بيراميدز وامبارح فيوتشر، تحس ان الفرقه برده منهكه، لان مفيش فرقه فيهم حمل ان هي تلعب ماتشين كل 3 ايام عشان كده نقول كان الله في عون لعيبه النادي الاهلي. فخدوا قرار ان الكوره هي اللي تتعب، وده حصل، واتحكموا في الكوره وخلقنا فرص كتير جدا، ولكن تضييع الفرص كالعاده. وهنا بيرسي تاو، انا بصراحه بيرسي تاو لعيب بالنسبه لي لغز، انا مش قادر افهمه. احيانا تحس ان هو الخطوره كلها في النادي، هو اللي بيعمل كل حاجه والكره في رجله، لا ما بتروحش، ما بيلعبش. بس ومره تانية تحس ان الكره صعبه قوي في رجل بيرسي تاو، انت مش عارف ليه كده، الدنيا مكلكعه معاك. يعني هو رايح بالكوره الانفراد، والله العظيم انا كنت قاعد بقول مع اصحابي مش هيجيبها. هو يديك الاحساس ده رغم ان هو لاعب عنده امكانيات كبيره. ما تفهمش بيرسي ده فيه ايه، يعني ايه اللي بيخليك تعلى قوي وايه اللي بيخليك تهبط قوي، ايه اللي بيخليني ابقى فرحان جدا ان الكوره جات لك ومطمن، وايه اللي خليني ابقى قلقان طالما الكوره جات لك وعارف ان مفيش حاجه. فامبارح ما كانش في حالته خالص، مش امبارح، حتى من ماتش سيراميكا في حاجه مش مظبوطه. انا اتمنى بس كده ايه يفوق كده بيرسي تاو، يكون ده نتيجه الاجهاد، واللي انا شايف فعلا ان ممكن يكون بيرسي تاو لان هو برده بيشارك بصفه اساسيه من اكتر لعيبه اللي بتبقى موجوده في الملعب، فقد يكون ده سبب الاجهاد. المهم ان احنا بعد الهدف الاول والهدف الثاني
حصلت الموضوع اللي حصل مع مصطفى شوبير والغلط الكبير، والغلط ده سببه انا مش عايز اجي على مصطفى شوبير لسبب يعني. قبل ما اقول ايه السبب، عايز اقول ان مصطفى شوبير في الكرة دي هو الفترة اللي فاتت مع دعم جمهور النادي الاهلي من ساعة اصابة الشناوي الكل بيتكلم في ان احنا واثقين في شوبير وان عنده شخصية وان عنده ثقة في النفس. فشوبير عايز يقول لنا مصطفى شوبير ان انا فعلا زي ما انتوا كده عندي ثقة وعندي ثقة. اكتر من كرة لعبها كويسة اديته الاحساس ده اكتر ان الكرة بتطلع مظبوطة ما بيتطفش. فهو عايز ياكد اللي جماهير الاهلي كلها بتقوله ان مصطفى شوبير ده لاعب عنده شخصية وعنده ثقة في نفسه. فكانت النتيجة زي ما احنا شفنا، استلم الراجل جاي لا واخد راحته، لا في مواقف بقى شوبير وانت واثق من نفسك لازم يبقى في الحذر. انت في الكرة دي تحس ان شوبير مستعجب اشتت، لازم تطلع لحد عشان انا راجل عندي شخصية. فكانت النتيجة كده، لكن ما اقدرش اشيله الليله لان في فرص كتير ضاعت، ما اقدرش اظلم الراجل ده. يعني الكره دي كانت ممكن تيجي والنتيجه 4 والنتيجه 3 ما كانتش هتاثر. النقطه الثانيه بقى واللي مش عايز اظلم فيها مصطفى شوبير انه شال واحده ما يشيلهاش غير حارس كبير والنتيجه 2-2. باسم علي تقريبا من ناحيه اليمين او زعزع واحد فيهم قويه جدا على الارض تحت رجله من مسافه قريبه. كان عنده سرعه رد فعل غير طبيعيه، نزل لها على الارض حتى مش شال برجله، ده نزل وشالها بايده. فالكرة دي انقاذ عالمي ومش اي حارس يقدر يشيله، بالاضافه لكام كرة عاليه طلع فيها. فمش عايز اظلمه، معلش انت لسه صغير، لكنك انا واثق في قدراته جدا. انا اتفرجت على مصطفى شوبير في التمرينات، لا لعيب موهبه غير طبيعيه ما شاء الله، سرعه رد فعل، متمكن، اتحرك برجله كويس قوي. فارض لك يا شوبير والف مبروك. ومعلش يعني دي بتحصل، حراس كتير مفيش حارس ما عملهاش، يعني حراس كتير بتحصل مع الحاجات دي. ادينا شفنا النهارده جنش وحارس من خلينا نتفق تختلف معاه لكنه حارس كبير. النهارده الهدف الاول منه، الهدف الاول اللي فرق كورنر، احنا بنجيب جون من كورنر، دي حاجه كويسه جدا. غلط فيه الجون الثاني برضه طلع متاخر، فبتحصل. ما تزعلش يا شوبير والف مبروك، وان شاء الله دي دفعه للي جاي. كام لعيب لازم نتكلم عليه الحقيقه يعني طاهر احنا بننتقده كتير ودايما لكن طاهر نزل في حين في عز ما خلاص، يعني انت قوتك الهجوميه تقريبا او نجوم الفرقه خرجوا. كهربا، حسين الشحات خرج، حسين الشحات اللي لازم نشيد بيه، امام عاشور البطل والراجل. كهربا شال الفرقه، بقى كل الهجوم طاهر قصدي، لا قدر يشيل الفرقه وبقى كل كره خطر كانت من طاهر. حتى في واحد حطها بشماله وتشوف بس الكوره والحظ بدل ما تخبط وتخش لا تخبط وتطلع، عكس ما حصل في النادي الاهلي. فطاهر لازم نشيد بيه النهارده ويا رب يفضل على المستوى ده. كان عامل مباراه عظيمه في حبه نزلهم. محمد مجدي قفشه مسكنا للكوره واحنا اللي متحكمين في رتم المباراه هو محمد مجدي قفشه، وهي دي ميزته، بيعرف يمسكنا الكوره، بيعرف يخلي الكوره في استحواذنا. فدي لازم حاجات نشاور عليها. الناس اتكلمت على تصريح امام بعد المباراه. طبعا في ناس لا مش هو الراجل، يعني قال لك انا فعلا مش من مبادئ، انا لولا مبادئ الاهلي كنت رديت، ودي شيء كويس جدا، شيء كويس جدا يعني. انا مش انا مع التصريح جدا اللي هو قاله، لكن مش مع استمراره. في اوقات كده لازم تطلع بواحده تخلي كل واحد كده في مكانه، لازم تطلعه من الاخر كده تهزقه، لازم تخليه تسلمه للناس تكمل تهزيق فيه، لازم عشان يرتدع. لكن يعني انا بقول اهو الناس اللي زعلانه من تصريح، انا مش زعلان من تصريح امام، كويس جدا وقاله حتى بطريقه كده من غير ما يستفيض فيه. انا فرحان جدا بالتصريح لكن مش مع استمراره. كفايه كده، انت اديته واحده بس كده كفايه عليه. مباراه بوظت اعصابنا. الحمد لله السوبر اهلاوي، سيناريو غريب، سيناريو عجيب ما بيحصلش غير مع النادي الاهلي. السوبر ال 14 مبروك للنادي الاهلي. وفي النهايه برضه لازم نقول ربنا ينصر اهالينا في فلسطين يا رب، وعليك بالصهاينه الملاعين.